السادة محبي الدوري المصري، أهلا بكم. ماتش بعنوان الأهلي يقطع الطيار عن الإسماعيلية. الأهلي بيفوز على كهرباء الإسماعيلية 4-2 بشوط أول جيد وشوط تاني كارثي على مستوى الدفاع. شوط أول جيد للنادي الأهلي، كان ضاغط بطول الملعب بهجمات من الناحية اليمين ومن الناحية الشمال. الناحية اليمين كان هاني مع بن رمضان مع الشحات، والناحية الشمال كانت كوكا وزيزو وبن شرقي. التحرك بتاع محمد بن رمضان وزيزو وحرية التحرك في الملعب وتبادل الأدوار بينهم مع حسين الشحات خلق نوع من الضغط والمشاكل لنص ملعب ودفاع نادي كهرباء الإسماعيلية. أول 20 دقيقة الأهلي كان عمل عرضيات كتير، والعرضيات المرة دي كانت فعالة مش عشوائية زي الماتشات اللي فاتت. ضاع منها 3 هجمات خطيرة اتحسبوا اوفسايد، ودخل منها هدف لكوكا، الهدف الثاني من ضربة ركنية من زيزو لمرعي في الدقيقة 35. أول 10 دقايق في الشوط الثاني تحديدا في الدقيقة 49 الأهلي أحرز الهدف الثالث. بدأ بعديها هدوء في رتم المباراة. الأهلي بدأ يبقى فيه رعونة في الأداء، بدأ يفقد الكرة بسهولة، بدأ ما يضغطش في نص الملعب، بدأ يغلط كرة كتير قوي من الدفاع من نص الملعب ما بتوصلش للهجوم. كهرباء الإسماعيلية في الوقت ده استحوذت على الكرة وسجلت الهدف الأول، وبعديها ب10 دقايق سجلت الهدف الثاني. فده كان بسبب الأخطاء الدفاعية. دايما الباكات وقلوب الدفاع في النادي الأهلي في مشاكل دفاعية من أول السنة لحد دلوقتي لسه ما اتعالجتش. لولا الهدف الرابع اللي دخله بن شرقي في الدقيقة 72 تقريبا اللي قتل بيه المباراة تقريبا، كان يبقى في مشاكل، لأن كهرباء الإسماعيلية استحواذه على الكورة عمل خطورة على دفاعات النادي الأهلي. عماد النحاس شاف بعد ما دخل فيه الهدف الأول إن في مشكلة في نص الملعب، لأن مروان لوحده كان تايه، بدأ يغلط في بعض الكرات، بدأ مش عارف يطلع بالكورة. عماد النحاس مش عارف يطلع بالكورة من الدفاع للحالة الهجومية. نزل ديانج عشان يعمل الموضوع دوت وعشان يغطي على مشاكل الدفاع اللي كانت واضحه جدا. الاهلي قلوب الدفاع عنده فيها مشكله كبيره جدا، وخاصه من رمضان بيكهام اللي نزل مكان ياسر. اصابه الشحات وخروجه كانت مؤثره، لانها شويه كانت خطوره الشحات والتركيبه اللي كان عاملها ناحيه اليمين كانت عامله خطوره لشكل النادي الاهلي. ولكن نزول قفشه مكان الشحات انا شايفه من وجهه نظري تغيير مش صائب. قفشه خارج الخدمه تماما. قفشه طول الماتش تايه في الملعب، ما بيستلمش كوره، ما بيسلمش كوره صح، ما بيقومش بواجباته الدفاعيه. فده تغيير من التغييرات اللي كان ممكن ما تكونش بدري كده. كان ممكن ينزل طاهر هو اللي يلعب مكان الشحات من بدري. علامة استفهام لخط دفاع النادي الاهلي كله. ترحيل غلط، تمركز غلط، ما بيعرفش يطلع كوره بالطريقه الصح، بتلعب من وراه كور كتير قوي، اللعب من اليمين للشمال بيعمل دربكه في الملعب. في حاجه غلط. كابتن رمضان بيكهام هو نقطه ضعف في النادي الاهلي، هو وكابتن محمد هاني. تجميع الاخطاء الدفاعيه. ادي كوره اهي، معرفش ديانج دخل خطفها وبعدين بدل ما يبصيها دخلها للعيب مهاجم كهرباء اسماعيليه. ضاعت بين كوره تانية. كوكا بيقلش قدام الشناوي بشكل غريب. كوره تالتة مرعي بيقلش، كانت ممكن تبقى خطر. كوره رابعه واخيره. رمضان بيكهام معرفش بيلعب كوره ازاي كده، معرفش هو لعبها لمين بصراحه، مع انه في قدامه حلول كتير انه يباصي الكوره صح. علامة استفهام قفشه. انا مدرك تماما ان هو بعيد عن المباريات، ولكن هو تقريبا نسي الكوره النهارده.
لا دفاع ولا استلام ولا خطوره. عماد النحاس حاول يديله فرصه النهارده بس اداها له بدري. هو كان يمكن المفروض ياخد الفرصه بس متاخر شويه، يعني ينزل اخر 10 دقائق، اخر ربع ساعه في الماتش، ياخد احساس المباريات، لانه نزل في وقت اعتقد انه مش صح. شابوه، شابوه البن شرقي، افضل واحد في المباراه النهارده، افضل لاعب في المباراه النهارده. متماسك، رايق وهادي، قراراته هاديه، لعيب بيتطور جدا مع النادي الاهلي وخاصه ادواره الدفاعيه. يعني شوفوا في الدقيقه 13 نزل قطع كوره وطلع بيها بهجمه خطيره للنادي الاهلي. شابوه البن شرقي. في الدقيقه 72 لولا الضربه الحره المباشره بتاعت بن شرقي اللي دخل بيها الهدف الرابع كان زمان الماتش اتحول بشكل تاني. حالة هجمة النادي الأهلي، تمركز يبدو إنه يكون صحيح لفريق كهرباء إسماعيلية. 5 واقفين قافلين الدفاع، ولكن في نص الملعب مفيش ضغط خالص، كرة بتتحرك بطلاقة. مروان باص كورة لحسين الشحات اللي فيه مساحة كانت فاضية ورا الباك اللي موجود، باصاها لهاني في المساحة الفاضية دي بالفعل. ونقف هنا بقى نشوف شكل التمركز الدفاعي. 3 بس من كهرباء إسماعيلية واقفين في الدفاع، و6 لعيبة جوه ال 18 بيلاحقهم 3 من بره. في مساحة هنا اتخلقت كان المفروض يغطيها يا إما الباك ده يا إما نص الملعب اللي داخل يضغط، ما اتغطتش. كوكا اللي جاي لوحده من غير أي رقابة، جول. شكرا للمتابعة، أتمنى دعمكم، انتظروني في تحليل جديد.